بسم الله، مرحبا بكم. ده اللقاء الثالث في الكورس المجاني ماث طالع أولى. تأسيس وتدريب كده على بعض القواعد، بعض المعلومات في مادة الماث لجريد 1. إن شاء الله تكون حصة مفيدة. طبعا احنا في الصيف وده كورس صيفي مجاني، فمش بنركز جدا يعني اننا يكون فيه واجبات وان يكون فيه معلومات كتير جدا على الطلاب. لا، احنا في الصيف عاوزين الاولاد يعني يلعبوا برضه، ويكون فيه انشطة، ويكون فيه يعني انشطة رياضية وغيرها، ويستمتعوا بالطفولة ديت وبالمرحلة العمرية الجميلة ديت. وفي نفس الوقت يعني ما ننساش المعلومات اللي احنا شغالين عليها. فالكورس ده الهدف منه التعريف أو التدريب على بعض المعلومات اللي خدناها قبل كده، وأيضا المعلومات اللي هناخدها والدروس اللي هناخدها في خلال العام الدراسي الحالي. وإن شاء الله الدرس المنهجي بتاع المادة هيبدأ بعد العيد إن شاء الله مباشرة. وحجز الدرس ده طبعا هيكون درس مدفوع، ده هيكون يعني من خلال الواتساب، متاح الحجز الآن. نبدأ على بركة الله. نقول إن عندنا هنا نمبر 5. لو عندنا نمبر 5 طبعا بنبدأ نعلم الولد كده ونقول له يعني يلا اعمل لنا كاونت للفيش اللي موجود معانا، فيشز الموجودة معانا دي. يقول 1 2 3 4 5. 5. طبعا هنا برضو بنقول له ان في حاجة لازم نرفع صوابعنا الخمسة كده، ونبدأ نعد او نعمل كاونت برضو من 1 2 3 4 5. برضو عندنا حاجة اسمها الفايف فرام او نموذج الخمسة، ده اللي بيكون فيه يعني 5 اجزاء او خمس بليسز كده، اماكن او اجزاء بارتس. نقول له ارسم لي في كل جزء. نموذج الخمسة ده يا جماعة مهم جدا ان انا اقول للولد او اركز معاه وهو بيحل. طبعا لازم في المرحلة دي اكون متابع الواجب بتاعه، وازاي هو بيرسم وبيكتب وبيعد وكل حاجة. في نموذج الخمسة لازم نبدأ من ناحية اليسار كده أو الشمال، وأنا متجه ناحية اليمين. يعني وهو بيرسم هرسم 3 مثلا 3، فهقول له ابدأ ارسم. يرسم ادي 1 2 3. ما ينفعش ان هو يرسم 3 من هنا، 1 من اليمين وبعدين 2 وبعدين 3، او واحدة في اليمين واحدة في الشمال واحدة في المنتصف. لا، في نموذج الخمسة الصح اننا نمشي بالترتيب. من طبعا في معلومات كتير هنقولها في خلال الحصة دي، ولكن يعني أرجو التركيز والانتباه لها. لو في أي استفسار اكتبه لي في الشات بتاع الزوم، أنا متابع الشات. لو في أي سؤال، لو حتى الصوت مش واضح أو في أي حاجة بتكتب لي في الشات بتاع الزوم. تمام. طيب يا مستر، ده هنا دول خمسة، دول 5، أدي 1 2 3 4 5. مش مشكلة بقى الولد يرسم من اليمين، يرسم من الشمال، يبدأ من المنتصف، يبدأ من أي مكان. يعني أنت بتقول لنا ليه ابدأ من اليسار كده أو من الشمال؟ لا، الولد لو اتعود على السيستم معين او نظام معين في الاجابه بتاعته، ف يعني حتى لو انا هرسم الخمس اماكن كده، فلازم ابدا من الشمال. تمام. لان هيجي لنا بعد كده النمبر 6 مثلا، نمبر 7، نمبر 8. ماشي. فلو هو متعود ان يبدا اجابته او الرسم في الفايف رام من فروم ليفت يعني كده، خلاص يبقى هو كده هيكمل على كده مباشرة. انما لو انت عودته انه يشتغل من اي مكان ويبدأ يعد، لا يعني هيلاقي صعوبة بعد كده في المسألة دي. طيب هنا جايب لي بقى اشكال فيشز وتيرتلز وحاجات من دي، وبيقول لي اعملي سيركل على 5. سيركل على 5. طبعا الفيش ده كتير جدا، لو جينا نعد كده ادي 1 2 3 4 5 6 7. هو اصلا لسه ما خدش الكلام ده، احنا الدرس ده 5، فيبدأ يعد لحد 5. احنا عاوزينه يعمل سيركل على 5 بس، يبقى ما تعملش سيركل على الكل.
من المصطلحات المهمة اللي الولد المفروض يكون عارفها اللي هي ايه سيركل. اللي هي ايه سيركل. سيركل يعني حوط او اعمل دائرة او دور حواليهم كده. سيركل لها معنيين. طبعا بالنسبة للناس اللي بتدرس انجليش، سيركل يعني دايرة، وسيركل يعني دور او اعمل دايرة ارسم دايرة. سيركل يعني اعمل احاطة لمجموعة فيها 5 سمكات. طبعا هنا 1 2 3 4 5. مهم ان الولد بعد ما يحوط حواليهم كده او قبلها حتى ان يبدأ يعدهم يعمل كاونت وبالانجلش. تمام. 1 2 3 4 5. طيب لنفترض ان احد اصدقائنا حوط حوالين ال3 دول كده، وبعدين راح جاي كده ومحوط حوالين الاتنين دول كده. جميل جدا. كده صح برضه. تمام. المهم ان يكون فيه احاطة لست عبارة عن 5 items 5 عناصر من الايه العناصر المطلوبة. طبعا هو طلب مني 5 فيش و5 من الشكل ده القواقع دي و5 من التيرتلز او السلاحف اللي عندي. انا عندي كام سلحفاة؟ تعال نشوف كده. تعال نعمل كاونت كده واصدقائنا برضو يعدوا معانا. نقول هنا 1 2 3 4 5. ده هم كلهم 5 يا مستر. انا يعني عديت صح كده ولا في حاجة مستخبية؟ في سلحفاة مستخبية هنا ولا هنا؟ لا مفيش. يبقى هعمل كده السيركل بتاعتي او الإحاطة الخط بتاعي حوالين ال5 دول كده واعدهم تاني 1 2 3 4 5. طيب الايتمز اللي تحت دي اللي هو بيقول لي اعمل سيركل برضه على 5 منهم. ادي 1 2 3 4 5 6 دول 6. فاعمل بقى سيركل حوالين اي جروب عبارة عن 5 منهم. ما سيب ال6، سيبها بره. اعمل لي 5 وبعد ما تعمل النشاط ده تعمل كاونت من 1 ل 5. لأن الدرس ده هو درس الفايف. هتقول لي يا مستر ده في دروس تانية في 11 و 12 13 وحاجات جميلة تانية. أقول لك ماشي، بس الدرس الحالي بتاعنا ده هنركز فيه على 5، او احنا ركزنا في المعلومة دي على نمبر 5. مهم كمان جدا ان انت تدرب الولد وتعمل له واجب كده. طبعا الواجب ده احنا هنطلبه منه بقى ان شاء الله في الدرس المنهجي اللي هيبدأ بعد العيد ان شاء الله. ان انت تركز معاه جدا على انه يكتب 5 in word in letters. 5 FIVE. ومش 5 بس، ده مهم جدا ان يكتب يعني كل النمبرز اللي بناخدها كل درس يتعلم ويتعود ويكتب واجب كتير جدا على الصيغة اللي هي in word او in letters. يكتب الارقام النمبرز من خلال الحروف الليترز. ماشي. ده مهم جدا يا جماعة، لأن يعني لاستخدام النمبرز دي لها أكتر من صيغة. ومن ضمن الصيغ دي الصيغة in word letter. فده مهم جدا جدا جدا. تمام. المعلومة بقى اللي بعد كده، ودي معلومة سهلة جدا، وطبعا احنا برضو مركزين في الحصص المجانية الكورس المجاني دي على المعلومات السهلة اللي هي بعيدة عن التعقيد. شوف حاجة كده، بعض الكور يعني أو الكرات ولها ألوان ملونة، ألوان جميلة كده. وتعالى نعد كده نعمل كاونت مع بعض كده. بيقول لي هنا count the balls and in each row. count the balls in each row. عد لي الايتمز دي. ماشي. الكور دي في كل صف. هو اصلا عامل لي حواليها كده يعني خط كده بحيث ان هو ايه يقول لي ان ده مختلف عن ده مختلف عن ده، او ده يعني ست وده ست وده ست. 3 مجموعات كده او جروب وجروب وجروب. تعالى نعمل كاونت كده. ادي 1 كاونت 2 3 4. يبقى الجروب الاولاني ده فيه 4. فيه ايه 4. طيب الفور دول على بعض ولا كل واحد بعيد جدا عن التاني؟ لا دول جنب بعضهم. طيب هنا بقى تعال نعمل كاونت برضو 1 2 3 4. بس لاحظ ان الفور دول
هم 4 برضه، هو نفس النمبر، the same number. ماشي، ده 4 وده 4، ولكن الفور اللي تحت دي متقسمة، أو في واحدة بعيدة شوية عنهم، في 1 هنا و3 هنا. يبقى أقدر أقول إن 1 بلس 3 equal 4. 1 plus 3 equal 4. أو أقدر أقول كمان لو مشيت كده من الناحية دي، من الاتجاه ده، أقول 3 اللي هما دول plus 1 equal 4. جميل جدا. يبقى الست الأولاني فيه 4 والست التاني فيه 4، بس الفور الأولانية 4 والتانية 3 بلس 1. الست التالت فيه 2، 1 2 3 4. ده برضو فيه 4، ولكن الفور دي عبارة عن إيه؟ عبارة عن 2 بلس 2، 2 بلس 2. جميل جدا. يبقى أقدر هنا أقول إن number 4 is equal to 3 plus 1 is equal to 2 plus 2 4. وده the same number 4 4 4، ولكننا عملنا له ايه؟ يعني تجميعات مختلفة او جروبز كده مختلف. بيقول لي هنا do you get the same number in each row? Yes. Yes, this is the same number. هنا بيقول لي بقى ايه؟ count the fish in each row. عايزين نعد الكاونت، نعمل نعد الفيش قصدي في كل صف. رو 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 يعني صف، رو يعني صف، رو. في بقى مصطلحات او في كلمات كده مهم اننا يعني نحاول نلقطها كده معانا ونعرفها، ويعني نبقى واعيين جدا واذكياء كده في التعامل معها. من ضمن الحاجات دي ان انا وانا يعني بقرا رأس السؤال، ماشي، مش مهم ان انا اعرف كل الكلمات اللي فيه، يعني كاونت انا عارفها. جميل. فلو ما فهمتش الباقي ده عادي اهو، وبيقول لي كاونت، يبقى هعيد. موضوع بسيط وسهل جدا. عرفت انت ذا فيش، خلاص يبقى السمك او in each row كلمة جديدة علينا. row يعني صف. row يعني ايه صف؟ يعني دول خد بالك واقفين في صف واحد اهو. دول برضو واقفين في صف واحد، بس في 3 كده in the back كده، وفي 2 in the front. هنا في 1 في المقدمة، و4 في الايه، في in the back. طيب، يبقى رو بس برضه هو صف، خد بالك، يعني ده صف وده صف ماشيين ورا بعض اهم. يبقى رو يعني صف، صف افقي كده. في حاجة تانية بقى عكس الرو، اسمها كولوم. كولوم يعني عمود، كولوم. تمام. طيب خلينا بقى نروح للسؤال بتاعنا. كاونت، نعد كده مع بعض. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. جميل جدا. لكن لاحظ حاجة هنا، مع بعض كده نلاحظ الحاجة دي، إن زي السؤال اللي فات بالظبط أو النشاط اللي إحنا عملناه قبل كده، كان في 4 جنب بعض، هنا برضو في 4 جروب واحد، 4 كلهم على بعض كده جنب بعض، مش متخاصمين أبدا ولا حد بعيد عن حد. 5 دول إيه؟ 5. دول برضو 5، ولكن هنا في 3 وهنا 2. يبقى اقدر اقول ان 3 اللي هما دول بلس 2 equal 5. ما هم 5 برضه 5. او اقدر اقول ان 2 بلس 3 equal 5. تمام، جميل جدا. تعال نروح للصف اللي بعده، الرو اللي بعده ده. هنا ده 1، السمكية دي لوحدها خصمتهم خلص وسبقت وراحت قدام.
ودول الأربعة مع بعض ماشيين مع بعض وقاعدين يتكلموا ويعني بيلعبوا مع بعض ورا كده، وهي دي اللي سبقت دي 1. ولكن كلهم كام؟ الصف ده كله كام؟ 5. الصف ده كله كام؟ 5. ولكن هنا 1 بلس 4. 1 2 3 4. يبقى هنا دول 4 بلس 1 equal 5. أو أقدر أقول إن 1 بلس 4 equal 5. طبعا ده يعني تدريب جميل جدا على نمبر 5. وبيقول لي هنا هو يعني دولت نفس العدد. do you get the same number in each row؟ انت وصلت لنفس النمبر 5 في كل، هنا 5 وهنا 5 وهنا 5. طبعا يس، اعلم على يس وننتقل لحاجة بعد كده. بعيد بقى عن ايه؟ عن نمبر 5. حاجة يعني نشاط كده هنتكلم او هنركز فيه على تعلم معلومة جديدة. هنا بيقول لي in each row. in each row circle the picture that is different. خد بالك من الألفاظ دي وحاول تقرأ معايا رأس السؤال. in each row. احنا لسه قايلين row دلوقتي يعني ايه يا جماعة؟ أولى ابتدائي، يلا. row يعني صف، يعني ده صف، ده صف، ده صف. بيقول لي في كل صف in each row circle. برضه انا لسه قايل لك كلمة circle من شوية. circle يعني دائرة. طب هي هنا معناها دائرة ولا معناها اعمل دائرة؟ ارسم دائرة، draw circle. circle دي verb يعني ارسم دائرة circle. the picture الصورة that is different. أنا عندي كلمتين مهمين جدا جدا لازم أركز عليهم كمان. كلمة different يعني مختلف، وعكسها كلمة same يعني نفسها او متشابه او زيها بالظبط. يعني لو قلنا مثلا الثلاث صور دول، الثري بيكتشرز دول ذا سيم بيكتشر، دي نسخة من دي، نسخة من دي زيها بالظبط. انما دي فرونت يعني مختلف. اللي هي دي اللي هعمل عليها دائرة. دي اللي هعمل عليها، هرسم عليها ايه؟ سيركل. هرسم عليها ايه؟ سيركل. ولكن الاختلاف هنا هل في السيز في الحجم بتاعها؟ يعني دي صغيرة ودول كبار مثلا. دي سمول وده بيج. لا طبعا مش كده. طيب هل الديفرنت ان ده ايتم مختلف عن ده؟ يعني مثلا دي سمكة ودول مش سمك. لا طبعا. الديفرنت هنا في الكالر، في الايه؟ في الكالر. الكالر هنا مختلف، ديفرنت عن الكالر ده. طب هل الكالر هو اللي هيأثر معايا في كل الأسئلة اللي بعد كده؟ تعال نشوف. نروح للسؤال اللي بعد كده، اللي هو البوتس دي او القوارب دي او المراكب دي او السفن دي مهما كان هي ايه. تعال بص لها كويس كده. هل ده اصفر واصفر يالو اهوت، وده احمر وده ازرق وده إيه؟ فين الاختلاف؟ هل في واحده كبيره واحده صغيره؟ انا مش واخد بالي، يعني يا ريت تقول لي. فعلا برافو عليك. هنا فيه شراع للمركب اهوت، جميل، وهنا مفيش. هنا المركب ده الشراع بتاعها مش موجود. يبقى الشكل ده مختلف، الشيب ده مختلف عن الآخرين. different دي ايه؟ different ده المختلف. مختلف في اللون، في الكلر؟ لا طبعا مش في الكلر، هي نفس الألوان نفس الكلرز، ولكن مختلف في الشيب، الشكل نفسه. يبقى ممكن يكون الديفرنت عندي في الكلر، ممكن يكون في الشيب في الشكل، ماشي، وممكن يكون في السيز او سايز اللي هو الايه؟ الحجم. وده اللي هنلاحظه في الايه؟ المثال اللي بعد كده. طيب نقول تاني in each row في كل صف circle يعني اعمل دائرة، ارسم دائرة. circle the picture that is different. الايه؟ الصورة different المختلفة. different دي مختلفة في different in the shape، ودي different in the color.
in its color. واللي جاية دي طبعا تعالى نبص لها كده، الحاجات الجميلة اللي بنلعب بيها في البحر دي. لاحظ كده، تعالى نشوف الألوانات بتاعتهم. ده ذا سيم، نفس اللون. طيب ده نفس الايتم، نفس الشيب، نفس البتاعة ديت والايد ديت والكلام الجميل ده، نفس ذا سيم شيب. جميل. ولكن الديفرنت في ايه بقى؟ ده بيج وده سمول. ده كل ده the same small، نفس السيز، ولكن ال different هو الايه، اللي في النص ده اللي انا عملت عليه سيركل ده مختلف. different مختلف في ايه؟ في السيز، في الحجم بتاعه يا جماعة. في حاجة حجمها كبير وفي حاجة حجمها صغير. فهنا يعني دي معلومة كده أخدناها، إن الديفرنت، إن في حاجة اسمها ديفرنت يعني مختلف، وعكسها حاجة اسمها سيم أو ذا سيم يعني متشابه أو متطابق أو كده يعني. وان سيركل يعني ارسم دائره او معنى دائره، ورو يعني صف. وعرفنا المعلومه ان الحاجات ممكن تكون مختلفه في اللون، في الكالر، او في الشيب، او في السيز. تمام، جميل جدا. تعال نشوف التدريب البسيط الجميل ده، واعتقد اننا هنختم بيه عشان برضو ما نبقاش زودنا قوي قوي يعني على اصدقائنا وتقلنا عليهم في الحصه. احنا حابين بس ان هم الكورس الصيفي ده بتاع الماث ده جريد 1، ان هو الهدف منه ان الولد يحب الماث ده، او البنت، بنتنا الصغنونه العسل دي، تحب الايه، الماث ده، تحب ال الماث، وتحب انها تمسك الكتاب كده وتلون فيه وترسم وتعمل سيركلز وتعد count from one to any number كده يعني. تعالى نقرا بقى التدريب الأخير ده ونختم بيه إن شاء الله حصتنا الجميلة السهلة البسيطة جدا دي. بيقول لي سيركل، وأنا عرفت إن سيركل يا مستر يعني دائرة. يعني هنا بيقول لي دائرة ذا فيجرز. إيه فيجرز دي؟ مش عارفها يا مستر. طب مش مشكلة يا سيدي. خد بالك بقى، ركز معايا في اللي جاي ده. مش مهم ان انت، او مش شرط، مش لازم ان انت تعرف كل كلمة معناها ايه في رأس السؤال. خلينا اذكياء كده ونشغل مخنا. الاول سيركل دي مش يعني دائرة، سيركل دي يعني اعمل دائرة. سيركل دي فيرب، خلاص. انما التانية اسيركل هي نفس الكلمة، بس بتيجي بقى يعني حسب معناها كده. يبقى هنا بيقول لي ارسم دايرة، ها، أو دور حوالين الفيجرز having the same color. يا سلام، ده الكلمة دي احنا لسه قايلينها دلوقتي لما قلت لك في كلمة اسمها different يعني مختلف، وعكسها حاجة تانية اسمها ايه؟ the same يعني نفسه، هو متشابه زيه بالظبط، زيه بالظبط. يبقى هنا figures العناصر او الاشكال او الايتمز او يعني اي حاجة. ايه الحاجات؟ قول الحاجات يلا، مش مشكلة. دور حوالين الحاجات، اعمل دايرة حوالين الحاجات اللي having the same color، اللي عندها نفس الايه، الكالرز. جميل. طيب تعال نبص على الكالرز كده. طبعا هنلاحظ ان هنا دو الشكلين دول have the same color، يبقى اعمل عليهم circle، اعمل عليهم circle. جميل جدا. ده طبعا yellow وده yellow. طيب نروح بعد ده green وده blue. دول different. دول different. قول معايا عشان تعرف الكلمة. البلو والجرين different. انما اليالو هتقول لي يا مستر، ده يعني ده تريانجل وده سكوير كده يعني. اقول لك استنى. هو هنا بيقول لي اعمل دائرة او سيركل. الحاجات المتشابهة في ايه؟ color 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 يعني لون. هو بيقول لي دور حوالين الحاجات، اعمل دايرة سيركل حوالين الحاجات المتشابهة في اللون. طيب يا رب يكون الشرح بسيط كده وتكونوا فاهمين منه يعني. لو انت معانا على اليوتيوب اكتب لي بقى في تعليق تحت الفيديو كده في اليوتيوب ان يعني ايه، ان انت فهمت الشرح ده وان الشرح جميل، واكتب كمان ان انت بتحب الماث.
آخر حاجة معانا بيقول لي circle the figures. خدناها ولسه عادية علينا دلوقتي، ولو ما تعرفهاش مش مشكلة. إيه الحاجات؟ هي العناصر. بس نقول مثلا اعمل إيه؟ دور حوالين الحاجات، اعمل دايرة حوالين الحاجات having the same shape، اللي لها نفس الشكل. يعني لو مثلث يبقى التاني مثلث، لو مربع يبقى التاني مربع. طبعا احنا لسه في اولى بقى بنقول الحاجات كده احيانا بالعربي يعني. هتقول لي يا مستر ده هنا فيه لون بلو، هنا لون بلو، ودول ذا سيم، وانا هحوط حواليهم، انا شاطر جدا، انا فاهم السؤال. اقول لك استنى استنى استنى، انت كده ما قريتش السؤال كويس. ده بيقول لي ذا سيم ايه، كلر ولا ذا سيم شيب؟ ذا سيم شيب، نفس الشكل. الشكل اهو يا جماعة، تريانجل، تريانجل. هتقولي يا مستر ده بلو وده يولو يلو. هقول لك ماشي، هو مش بيقارن دلوقتي بالالوان بالكالرز، هو بيقارن بالشيب، الشكل نفسه. الشكل ده تريانجل وده تريانجل. خلاص، يبقى ده هي الإجابة الصحيحة. أتمنى إني أكون يعني أسعدت أصدقائنا وأولادنا، وسعدت بيكم جدا 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 في الحصة الجميلة دي. شكرا للمشاهدة. ما تنساش طبعا تحجز درس الماث إن شاء الله، جريد 1 وجريد 2 موجود في يعني الواتساب. وعلى خير نتواصل إن شاء الله ونلتقي في الدروس القادمة. شكرا لكم مرة أخرى، وإلى لقاء قريب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.